مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: راعي الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية يلقي كلمة بمناسبة عيد القديس يوحنس. تسجيل نتائج مرضية من برامج محو الأمية. فرع التعليم بالإقليم الجنوبي يقيم أعماله. داعش يقتل 80 مدنيا شرق الكونغو. إيران ووكالة الطاقة الذرية توقعان في القاهرة اتفاقا لاستئناف التعاون. ورئيس الوزراء المجري يحذر الاتحاد الأوروبي من الانهيار. أهلا بكم مشاهدينا. وجه راعي الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية نيافة الأنبا باسيليوس الأول كلمة بمناسبة عيد القديس يوحنس، وهنأ نيافته الشعب الإريتري عامة والمسيحيين خاصة بالانتقال من عام ماتيوس إلى عام ماريكوس، وقال أنه يجب تقييم وتصحيح النواقص للمضي قدما في المسيرة. وذكر نيافته بأن علينا واجبا روحيا في مشاركة الفقراء بما لدينا وزيارة المرضى والكساء. وعرب عن تمنياته بأن يكون العام الجديد عام سلام ورخاء وسكينة، وأن يبارك لنا في زرعنا وحصادنا. أفاد مسؤول فرع التخطيط والمناهج في قسم تعليم الكبار والوسائل التعليمية الأستاذ تكابو أيموت بأن تعليم الكبار ومحو الأمية أحرز تقدما مجديا نظرا إلى الخطط والأهداف التي وضعت بالتضافر مع الشركاء لتأسيس بنية تحتية ملائمة. وأوضح أن البرنامج ظل العمل عليه بشكل محدود قبل التحرير، وأنه تم التركيز عليه على المستوى الوطني منذ عام 2000 عبر تخصيص ميزانية كبيرة. وأشار الأستاذ تكابو أن من 80 إلى 85% من الشعب الإريتري متحرر من الأمية تحت شعار التعليم للكل وفي كل مكان، خاصة نسبة التعلم كانت تتراوح ما بين 20 إلى 30% من إجمالي المواطنين في البلاد. كما أشارت الدراسة التي أجرتها وزارة التعليم في عام 2008 أن 65% من الشعب الإريتري تمكن من القراءة والكتابة. ويتواصل العمل تحت شعار التعليم للنمو المستدام المرجو تنفيذها من عام 2016 وحتى 2030 ضمن برنامجي محو الأمية وعريوت اللذان توقفا مؤقتا بسبب جائحة كورونا، مما أدى إلى مواصلة 76% فقط من المشاركين في البرنامج الذي شهد رغبة عالية للتعلم من قبل المشاركين. وذكر أن 80% من المشاركين في برنامج محو الأمية و45 من المشاركين في برنامج عريوت هن من الإناث. وقد أنه بحلول عام 2030 سيتمكن 94% من المشاركين في برنامج عريوت من محو أميتهم بحسب الدراسة التي أجرتها اليونسكو. وينخرط من تفوق أعمارهم 15 عاما في برنامج محو الأمية، كما ينخرط من تتراوح أعمارهم ما بين 15 وال 24 عام في برنامج عريوت. قام فرع التعليم بالإقليم الجنوبي في مندفرة بتقييم أعماله المتعلقة بالأنشطة الصحية والثقافية والرياضية التي نظمت على مستوى المدارس. وقدمت تقارير مفصلة تناولت النواقص والتحديات التي واجهت العمل الذي نظم لينفذ إلى جانب التعليم الأكاديمي. وأوضحت مسؤولة وحدة الصحة والثقافة والرياضة في فرع التعليم بالإقليم الأستاذة طيه التزقي في اللقاء نجاح الأنشطة التي نظمت في الفعاليات والمهرجانات التي تم تنظيمها على مستوى المديريات والإقليم لإتاحة فرص الإبداع والابتكار. وأضافت أنه تم تنظيم حملات توعية صحية تهدف إلى المحافظة على صحة الطلاب إلى جانب إجراء فحوصات طبية لازمة لضمان ذلك. وقدم المشاركون اقتراحات حول توفير البنية التحتية الرياضية اللازمة والتعرف على ميول الطلاب الابتكارية والعمل على تطويرها، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة الإناث الفاعلة في الأنشطة الرياضية. وذكر مسؤول فرع التعليم الأستاذ التزقي في كلمته الختامية المدارس إلى العمل الجاد في توجيه وضمان مشاركة الطلاب في الأنشطة الرياضية التي تتزامن مع الأنشطة الاجتماعية التي تهدف إلى توريث الأجيال الثقافات والقيم الوطنية.
يبذل الاتحاد الوطني للمرأة جهودا لتحسين المستوى الاقتصادي للمرأة من خلال زيادة تنظيمها، وذلك خلال محاضرة ألقيت للموظفات العاملات في مدينة بارنتو. وتم توضيح ذلك في الفعالية التي أقيمت في إقليم كاشبركة، وذكرت فيها مسؤولة الاتحاد بالإقليم السيدة يحتاج يوهنس أن الاتحاد يعطي الأولوية لتنظيم المرأة وتوفير التدريب المهني والاستجابة لمطالبها، مشيرة إلى أن البرامج التدريبية التي تم تنظيمها إلى جانب سبل تحسين الوضع المعيشي للمرأة تسجل تقدما ملحوظا. وحث المهندس أزكيا الفيو الذي قدم محاضرة حول تاريخ وبطولات المرأة الإريترية في الكفاح المسلح والمحافظة على السيادة الوطنية والتصدي، حث المؤسسات الحكومية والجهات المعنية بتضافر الجهود لمحاربة العادات الضارة التي تضر بالمرأة والتي تعتبر نواة المجتمع. كما قدم محاضرة مماثلة في مديرية أقردات. وأكدت السيدة يحدق على ضرورة زيادة دور الجهات المعنية للحفاظ على الإنجازات ودعم المرأة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي الختام أمن المشاركون على أهمية هذه المحاضرات والتدريبات المهنية والتي تلعب دورا هاما في تعزيز وعي المرأة، منادين بتنظيمها على مستوى المديريات. تبرع أعضاء مكتب الرئيس بالدم يوم أمس 9 سبتمبر لإثراء احتياطي بنك الدم الوطني. وأشار منسق البرنامج السيد سعد كفله إلى أن التبرع بالدم عمل طوعي، قائلا إن الدم هو هبة طبيعية وتقديمه طوعيا هو من أجل إنقاذ الأرواح. ويوضح الإخصائيون الصحيون مدى الفوائد الصحية التي تنتج عن التبرع بالدم، حيث تخضع الوحدات للفحوصات اللازمة مما يمكن المتبرع من اكتشاف أي احتمالات مرضية مبكرا، إلى جانب تجدد الدم الطبيعي داخل الجسم، بالإضافة إلى فائدة الدم المتبرع به ليستعمل كأحد الموارد الهامة عند أي إجراء طبي يسعى لإنقاذ من هم بحاجة إليه. وأكد المتبرعون في الختام جاهزيتهم للمشاركة في التبرع من أجل إنقاذ الأرواح. مشاهدينا، نشرة تواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قتل 80 شخصا على الأقل في هجوم شنه متمردون مرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي، واستهدف تجمعا من المدنيين كانوا يشيعون جنازة شرقي الكونغو، وفق ما أكدت مصادر محلية وحكومية. وقالت هذه المصادر أن الهجوم نفذته القوات الديمقراطية المتحالفة في منطقة نطويو بمقاطعة شمال كيفو. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن العقيد ألان كيويا المسؤول المحلي في إقليم لوبيرو حيث تقع نطويو قوله أن هجوم القوات الديمقراطية المتحالفة أسفر عن نحو 80 قتيلا. وتعاني المنطقة من نزاعات معقدة بما في ذلك تصاعد الهجمات التي تشنها القوات الديمقراطية المتحالفة والتي تنشط في المنطقة الحدودية بين الكونغو وأوغندا، ولها ارتباط مباشر بتنظيم داعش. وقعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء اتفاقا لاستئناف التعاون الفني بين الجانبين، ومنها الإجراءات العملية لعودة أنشطة تفتيش المنشآت النووية، وسط تحذيرات إيرانية من أن تطبيق عقوبات الأمم المتحدة يعني نهاية الخطوات العملية المنصوص عليها في الاتفاق. وجاء الإعلان عقب اجتماع استمر قرابة 3 ساعات بين وزيري الخارجية المصري بدر عبد العاطي والإيراني عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي. ووفقا للخارجية المصرية عقدت مشاورات تناولت الملف النووي الإيراني أسفرت عن التوصل إلى اتفاق بين طهران والوكالة لاستئناف التعاون الفني بينهما. ولم يتسن الوكالة الدولية دخول منشآت إيران النووية الرئيسية منذ غصب الولايات المتحدة وإسرائيل لها في يونيو الماضي. وأصدر البرلمان الإيراني حينها قانونا يعلق التعاون مع الوكالة وينص على أن أي عمليات تفتيش يجب أن تتم بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من البقاء على قيد الحياة خلال العقد المقبل دون الإصلاح والخروج من الصراع في أوكرانيا.
وبحسب قناة RT في 8 سبتمبر، حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان من أن الاتحاد الأوروبي على وشك الانهيار، ولن يتمكن من البقاء على قيد الحياة في العقد المقبل دون إصلاح هيكلي أساسي والهروب من الصراع في أوكرانيا. ووصف رئيس الوزراء المجري أوربان الكتلة بأنها تدخل مرحلة من التفكك الفوضوي والمكلف، محذرا من أن ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة من 2028 إلى 2035 قد تكون الأخيرة إذا لم يتغير شيء. واقترح أيضا تحويل الاتحاد الأوروبي إلى دوائر متحدة المركز. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. راعي الكنيسة الأرثوذكسية يلقي كلمة بمناسبة عيد القديس يوحنس. تسجيل نتائج مرضية في برامج محو الأمية. فرع التعليم بالإقليم الجنوبي يقيم أعماله. داعش يقتل 80 مدنيا في شرق الكونغو. إيران ووكالة الطاقة الذرية توقعان في القاهرة اتفاقا لاستئناف التعاون. ورئيس الوزراء المجري يحذر الاتحاد الأوروبي من الانهيار. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم، وكل عام وأنتم بخير.